السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي. ايه رأيكم النهاردة نعمل كيكة من الكيكات القديمة لكنها بجد من اجمل واطعم الكيكات اللي ممكن ندوقها. كيكة جدتي وهي كيكة البسيسة او كيكة الذرة، وهي بتبقى ميكس كده حلو قوي بين دقيق الذرة والدقيق الابيض العادي. اللي بيحب يعملها بدقيق ذرة خالص يقدر يعملها بنفس المقادير بدقيق ذرة خالص. بس انا بحب اعملها خليط بين الدقيق الابيض ودقيق الذرة علشان ما تبقاش بتشرق، ولا تكون محتاجة حاجة يعني ان احنا نشربها بيها ولا اي حاجة، ممكن ناكلها كده عادي. لكن طبعا اللي حابب ياكلها مع شوية شاي او كوباية من الحليب يقدر يعمل كده. تعالوا بقى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. عندنا بقى كوباية من الدقيق الأبيض العادي، كوباية وربع من دقيق الذرة الأبيض أو حتى دقيق الذرة الأصفر اللي بيتباع في السوبر ماركت، كوباية وربع من السكر، بيضتين، وربع كوباية زيت، معلقتين كبار من السمنة السايحة، كوباية من اللبن الرايب. هنبدأ الأول بالسكر، كوباية وربع من السكر الأبيض وعليهم بيضتين طبعا بدرجة حرارة المطبخ. هقلبهم مع بعض كده كويس قوي لحد ما يبدأ لونهم يفتح شوية. طبعا نقدر نعمل الخطوة دي في الخلاط او نقدر نعملها بالمضرب الكهرباء عادي، لكن بنسهل الدنيا وبنعملها بالمضرب السلك ده، انها فعلا متاخدش ولا وقت ولا مجهود ولا حتى بتحتاج لخفق كتير. عشان كده انا عملتها بالمضرب العادي. ما ننساش اول ما نبدأ في الكيك زي ما احنا بدأنا كده بنولع الفرن يسخن الاول 5 دقايق، وهنشغله على درجة حرارة 180، وهنسوي الكيكة فيه في الرف اللي في النص من 20 ل25 دقيقة لحد ما بتستوي. وطبعا برضو ده بيرجع لحسب كل فرن درجة حرارته ايه، ممكن يزيد 5 دقايق او يقل 5 دقايق عن الوقت اللي احنا قلناه. كده خفقنا السكر مع البيض. هنضيف بقى الفانيليا، 2 باكت كده من الفانيليا. وطبعا الفانيليا دي اساسيه علشان ما يبقاش الكيك فيه اي زفاره، وعموما الكيكه دي ما بيبقاش فيها اصلا اي زفاره. هنضيف عليهم معلقه من الخل وهنقلبهم كلهم برضو مع بعض تاني لمده دقيقتين 3 كده لحد ما الخل والفانيليا يمتزجوا جوه الخليط ويختفوا تماما بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنبدأ نضيف بقى دول معلقتين كبار من السمنة سيحناهم كده في الميكرويف او حتى على النار، وطبعا هنسيبهم يبردوا سايحة باردة، وهنقلبهم كده مع الخليط لحد برضو ما السمنة تختفي تماما جوه الخليط. وبعدين هنبدأ نضيف الزيت، دول ربع كوباية من الزيت. هنقلبهم برضو كده مع بعض. الكيكة دي سهلة جدا، ما بتحتاجش ولا وقت ولا مجهود ولا خلاط ولا اي حاجة. انا عايزه اقول لكم بجد وحرفيا في 5 دقايق بالظبط بتتحضر. قلبناها كده كويس قوي مع بعض. بصوا الخليط قد ايه رغم ان احنا عاملينه بالمضرب السلك العادي الا انه ناعم جدا ومتجانس. دي كوبايه بقى كبيره من اللبن الرايب، ممكن يبقى مكانها زبادي. ولو مفيش ولا لبن رايب ولا زبادي هنجيب كوبايه لبن حليب عادي بس يكون كامل الدسم، وهنضيف عليه معلقتين من الخل ونسيبه حوالي دقيقتين 3 كده. وبعد كده هنبدأ نقلبه هنلاقيه اتحول الى لبن رايب ينفع نستخدمه دايما في الكيكات. هنقلب كده اللبن الرايب جوه الكيك لحد برضو ما كل المكونات تمتزج في بعض وتختفي تماما. عندي بقى دي كوباية من الدقيق الابيض وكوباية وربع من دقيق الذرة. هنضيفهم بقى كده على بعض، وبعدين هنضيف عليهم شوية صغيرين كده من الملح، حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر. نقلب كل المكونات الجافة دي على بعضها كده زي ما احنا شايفين. طبعا الدقيق ده والدقيق ده سواء الدقيق الابيض او دقيق ذرة الاتنين انا نخلاهم، يعني يكونوا منخولين بيدي نتيجة احسن كتير في الكيك. هضيفهم بقى كده على الخليط السائل وهنقلبهم كده بالراحة لحد برضو ما يمتزجوا تماما مع بعض. الكيك ده كان مشهور جدا جدا زمان، كانت جدتي الله يرحمها لازم كده بعد يوم الخبز يحطوا كده الكيكة الحلوة دي بعد الخبز في الفرن الفلاحي، وكانت بتبقى ريحتها يعني روعة وجايبة آخر الشارع بجد، وطعمها كان خطير.
احنا كمان دلوقتي بنعملها وبتطلع جميلة وحلوة وكل حاجة حتى واحنا عاملينها في فرن البوتاجاز العادي. قلبنا كده كل المكونات مع بعض، ولا هنحتاج نضيف لبن ولا هنحتاج نضيف زبادي ولا اي حاجة. المقادير دي انا مجرباها اكتر من مرة يا جماعة، وان شاء الله هتظبط معاكم جدا جدا ومن اول مرة. الطريقة دي انا ما بغيرهاش، والطريقة دي انا مش واخداها من اي طريقة تانية. انا جمعت المقادير دي كلها مع بعضها كده اجتهاد مني لحد ما طلعت وصفة حلوة جدا، ما تبقاش ولا بتشرق كده ولا بتزور ولا اي حاجة. وهنا بقى هنجيب صينية هندهنها بمادة دهنية ونرش فيها شوية من الدقيق، ونبدأ نصب الخليط الحلو ده كده فيها. هنوزع الخليط بالشكل اللي احنا شايفينه ده في الصينية او في البايركس او في الطاجن، في اي حاجة عندنا اللي متاح عندنا هنعمل فيه. زي ما احنا شايفين كده قوامها كريمي وناعم وما فيهاش اي تكتلات، لاننا مستخدمين كل المواد بتاعتنا بدرجة حرارة المطبخ. بعد ما خلصنا بقى كده صب خليط الكيك كله، هنبدأ بقى ايه نخبط كده الطاجن بتاعنا او البايركس بتاعنا على الرخامة خبطتين 3 كده بالراحة، وده طبعا علشان نخرج اي فقاعات هواء موجودة جوه الكيك. وكمان هنأكد اكتر كمان بان احنا نمشي فيها كده بالخلة او بالخشبة دي بتاعة الشيش طاووق، رايح جاي كده لحد ما نخرج اي هواء موجود فيها. بس كده بقت تمام. ناخدها بقى وندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. هنرش بقى على وشها كده شوية من السمسم، وطبعا الخطوة دي اختياري، لكن هو فعلا السمسم بيفرق جدا جدا في طعمها وبيديها طعم مميز جدا، وبتبقى مشهورة بيه قوي كيكة الذرة. خلاص كده بقى جهزت معانا الكيكة بتاعتنا. هناخدها بقى على الفرن. بصوا شكلها ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني تحفة من قبل ما تدخل الفرن. وهنا اول ما خرجت من الفرن هشة بقى كده ومرتفعة، وطعمها وريحتها مش عايزة اقولك روعة. انتم ما تجربوا ان شاء الله هتعرفوا قد ايه هي حلوة. بنسيب الكيك يهدى بس شوية ونبدأ نقطعه. ما نقطعش الكيك ابدا وهو سخن، علشان لو مش مضطرين يعني ان احنا نقطعه، لكن لو مستعجلين خلاص هنقطعه. لو مش مضطرين ان احنا نقطعه وهو سخن هنسيبه يهدى شوية زي ما احنا شايفين، عشان نعرف نطلعه قطع متماسكة كده وشكلها حلو. اي تقطيع بقى انتوا حابينها بالشكل اللي يعجبكم. انا قطعتها مربعات بالشكل الحلو ده. وبصوا بقى طالعه يعني مش عايزه اقول لكم. بصوا بقى هشه قد ايه، جميله جدا جدا بصراحه، هتعجبكم جدا، تحفه. خلصت كده وصفتنا للنهارده، اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينزل تحت الفيديو ويضغط اشتراك وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديده اول باول. واتمنى تدعموني بلايك علشان تشجعوني استمر واعمل فيديوهات تانية، واشوفكم في فيديو جديد على خير باذن الله. والسلام عليكم.